انا سميتي رجاء. غادي نعاود لكم القصه ديالي مني كنت كنقرا في الباك. القصه ديالي مع الجنون وعالم الاشباح. ملي كنت صغيره وانا عايشه مع جدي وجداتي، كنت كنعرفهم غير هما وكانوا هما حياتي وكلشي. ملي كنعقل على راسي وانا كنسمع الناس اللي كيجيو عندنا للدار، العائله والناس اللي كيعرفونا كيعاودوا باللي كيشوفوا عندنا شي حاجه في الدار ماشي هي هذه. مره واحد عمتي كانت قالت لي باللي راه ساكنه معكم في هاد الدار عائله وانتم ما كتشوفوهاش، ولكن راه انا شفتهم شحال من مره. واحد عمي ديما كان كيقول لنا كيجيني واحد الاحساس فاش كنكون ناعس بحال شي واحد ناعس حدايا، والمشكله انني فاش كنفيق ما كنلقى حتى شي واحد. وزيد من القصص اللي كيعاودوهم واللي كيخلعوا الصراحه. انا ما كنتش كنبغي ندخل راسي هاد الخزعبلات وهاد الخرافات، كنت كنقول هاد الشيء غير كنتخيلو صافي. حتى لواحد النهار كانت عندنا بنت عمتي في الدار، وكنت كنبقى سهرانه كنحفظ حتى شي وقت معطل بالليل، حيت كيف ما قلت لكم كنت كنوجد الباك. بنت عمتي كانت كتبغي تبقى معايا جالسه مونساني، كنت كنشعل التلفازه وكنبقى كنتفرج. جدي وجداتي طبيعه الحال كيكونوا ناعسين في بيتهم. واحد النهار وانا جالسه كان بريباري وكانت حدايا بنت عمتي، شويه طليت عليها لقيتها نعسات. كانت في داك الوقيته ما بين 2-3 ديال الصباح. كنت شاعله واحد الضو خفيف باش كنقرا، وخلاص الضو ديال التلفازه، يعني طافيه الضواو ديال الدار كاملين. شويه وانا كنسمع واحد الصوت ديال شي مرا كتهضر وما باين شنو كتقول بالضبط. داك الصوت كان جاي من الصالون. في الاول قلت يمكن شي حد دايز محدا الشرجم وتسمع هاد الصوت، ولكن فاش بقيت مركزه لقيت الصوت من الصالون بالضبط. بقيت مبلوكيه في بلاصتي، وانا نرجع شويه كنسمع شي حد كيضرب في الخدادي ديال الصالون وكيحرك الطبالي بالجهد بحال فاش كنكونوا كنخملوا الدار. الصوت كان مجهد والطبالي كيتحركوا، وكنسمع واحد الصوت كيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الصالون. نيت صافت تما زدت خلعت. فيقت بنت عمتي سناء فيقي. بنت عمتي فقت مخلوعه، قالت لي مالك؟ قلت لها واش كتسمعي هادشي اللي كنسمع؟ وهي قالت لي واه سمعت. بنت عمتي ما كانتش مصدومه بحال اللي انا مصدومه، وكانها موالفه بهذا الشيء، ولكن انا كنت اول مره كنسمع هذا الشيء. مشيت كنجري جهه الصالون. بنت عمتي كتوقفني كتقول لي لا ما تمشيش، يمكن تشوفي شي حاجه تخلعك وما تعجبكش. انا هنا زدت خلعت ديال بصح. كنقول لها زيدي معايا، هي براسها كانت مخلوعه. قلت لها كيفاش؟ واش معنا شي حد هنا؟ دخلت للصالون وشعلت الضو. في هذيك اللحظه اللي قبل ما نشعل الضو بانت لي واحد المراه، غير شافتني تصدمات، عينيها كانوا كبار، شافت فيا واحد الشوفه وخلعاتني، وكانها كتقول لي علاش دخلتي عليا على غفله. وحدها شي دراري صغار بحال اللي كيلعبوا. داكشي كان كيبان لي بحال شي خيال. بديت كنقلب على الضو كنتفتف شويه وانا شعلت هذاك الضو. منين شعلته ما بقى كيبان لي حتى شي واحد. طفيت الضو، قلت لها هادشي اللي شفت شنو هو؟ راني شفت شي حوايج ماشي هما هادوك. بقات كتقول لي بنت عمتي يلا نمشيو نعسو وغدا نشرح لك. بقى قلبي كيضرب، النعاس ما بغاش يديني. صباح عليا الصباح غير بزز. مشيت كنقرا وانا تفكيري كله في داكشي اللي سمعت واللي شفت، وحتى اللي قالت لي بنت عمتي. رجعت للدار. منين رجعت بغيت نعاود لجداتي، ولكن جداتي كانت من النوع اللي موسوس، ما كانتش كتبغي نهضروا في هذا الموضوع. مشيت عند جدي وقلت له ها شنو عاودت له بالتفاصيل. قال لي واه هادشي راه كاين. وحتى انا شحال من مره بانت لي شحال من حاجه. بقيت ناسي شويه بكري باش ما تسمعي والو. بقيت مصدومه من ردات الفعل ديال جدي. هو فاش شافني هكاك مخلوعه بغى يطمئن قلبي. قال لي شوفي راهم مسلمين وما عمرهم غادي يأذيونا، كوني هانيه. خلاني هكاك وخرج. جات بنت عمتي قالت لي شوفي راه انا غير ما كنتش باغيه نخلعك، ولكن راه بصح كاينين مالين هذا المكان وعايشين معانا اويلي، وراهم بصح مسلمين وما غاديش يأذيونا، غير انتي ما تبقايش كتحكري باش ما تشوفيش شي حاجه اللي ما تعجبكش. المهم من تما سدينا الموضوع وما بقيتش كنبقى معطله في الليل، وليت كنقرا دغيا والناس. الحدود اللحظه مازالين في هاد الدار وما بقيت كنسمع فيها والو، ويقدر تلقاه في اي بلاصه وما خصكش تخاف منه. المهم هو ترقي راسك وتبعد عليه لانه ما غاديش يأذيك.